اهلا وسهلا المتتبعات العزاز الغاليين. عيدكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم المروزيه اللي كتكون واحد الشهيوه من الشهيوات ديال عيد الاضحى. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ونبداو على بركه الله. عندي الزعفران الحر اللي رطبته في الماء كيف ما كتشوفوا، وعندي العطريه اللي غادي نحتاج ليها بطبيعه الحال المروزيه اللي هي مكون اساسي. عندي معلقه كبيره ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، وربع معلقه ديال قعقله، ونص معلقه ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير، ومعلقه صغيره مع امراش ديال القرفه، وعندي واحد 7 ديال الضروسه ديال الثومه اللي حكيتهم، وشويه ديال الملحه، معلقه صغيره عامره ديال السمن، وواحد الضويمه ديال الزعفران. وعندي بطبيعه الحال الحيمه اللي جديده ديال عيد الاضحى كيف ما كتشوفوا. غسلتها ونقيتها من الشحمه، اصلا الحيمه نقيه. اللي بغى يدير من العنقره يديرها، اي طرف كتفضلوه ديروه، ماشي بالشرط العنقره. نبداو بسم الله نخلطوا الخليط. غناخذ طبسيل غنوضع فيه العطريه. المروزيه البنات راه ضروري العطريه ديال المروزيه في هذه الوصفه، لانها هي المكون الاساسي ديالها. صافي بعد ما درت العطريه غندير دابا داك الزعفران الحر كيف ما كتشوفوا. صافي ونخلط كلشي مزيان بيديا حتى ينسجموا مع بعضياتهم ويذوب داك الزعفران والسمن حتى هويا. نخدموا بيدينا احسن. صافي غنبدا ناخذ طريفات ديال اللحم، وغنضيف بعدا نص كاس ديال عفوا ديال الماء. صافي غنخلطو تاني مزيان، عاد نبدا نمرمد في اللحم. صافي دابا غنبدا ناخذ دوك الطريفات ديال اللحم. صافي وغنلبسهم مزيان بديك العطريه حتى يشربوا ليا مزيان تماما كيف ما كتشوفوا. غادي نخدم طرف بطرف باش تدخل معاه العطريه. وكيف ما قلت لكم ماشي بالضروره العنكره، اللي عنده الملج يديرو، اللي عنده من الضلوع يديرهم، اي بلاصه كتفضلوها ديروها. غير جربوا البنات هاد الطريقه اللي حضرت معاكم، وغادي تنجح معاكم ان شاء الله المروزيه 100% في المذاق وفي المنظر. تبعوا معايا المراحل خطوه بخطوه ان شاء الله حتى الاخر ديال الفيديو. كيف ما كتشوفوا دابا ساليت الطروفه ديال اللحم. دابا غادي نغطي عليهم فيلم اليمونتير، وغادي نخليهم ليله كامله حتى يطلقوا مزيان. هي من الاحسن يباتوا ليله كامله، اولا نخليوهم 3 السوايع 4 السوايع عاد نخدموا بهم. من بعد ما بيتو انا ليله كامله، دابا غادي نبدا نحضروا معاكم. كما كتشوفوا اللحم راه شارب ديك الميها وشارب ديك العطريه. هذا هو السر النجاح ديال المروزيه، هو انك تجي اللحم شارب العطريه. صافي غادي ناخذ الكوكوط كيف ما كتشوفوا، غنوضع فيها الطريفات ديال اللحم. هاد المروزيه راه ما درتش فيها انا البصله، درت فيها الثومه فقط.
بغات ديرها في كاميله ديرها، اللي بغات ديرها في الطويجين على الجمر ديرو، كل وحده وشنو كتفضل. صافي ديك الميها غنكبها حتى هي وغنشلل داك البول حيت يبقى لاصق فيه شويه ديال العطريه. صافي غادي نكب عليه كاس، نص كاس لاروب مخلط ما بين بلديه وروميه. انا ما ضفتوش في الاول فاش شرملت اللحم، خليته حتى الاخر، لان الا درت الزيت ما غيشربش ليا العطريه. دابا غنوضعو على البوطه وغادي نقليه مزيان. ضروري ما نقليوه حتى توقفين ديك اللحيمه، عاد نضيفو الماء. صافي نبدا مره مره نقلبها حتى توقف ديك اللحيمه ديك الزويته، عاد نضيف الماء. غير تبعوا معايا هاد المروزيه خطوه بخطوه، مرحله بمرحله، حتى نهايه الفيديو. وان شاء الله ملي تحضروها غادي تنجح معكم من اول تجربه. واحد الريحه البنات راه طالعه ديال العطريه وديال اللحيمه، راه ما نقول لكمش عليها. صافي من بعد ما تقلات ليا اللحيمه دابا غنضيف الماء طايب، نضيفوه من الجوانب، ما نكبش على اللحم مباشره. صافي نحاول ما نغطيش اللحم، لانه دابا اللحم طري دغيا تيطيب. صافي وغادي نغطي على الكوكوط 25 دقيقه حتى نص ساعه. صافي ونحل عليها. كما كتشوفوا اللحيمه راه طابت. صافي ونحركها غير بالمهل باش اللحيمه ما تفرتتش. غير نحركوها ما نقلبوه ما حتى حاجه. صافي عندي واحد الزلافه ديال الزبيب اللي غسلته ورطبته، غنضيفوه في مع اللحيمه كما كتشوفوا، وغادي نخليه حتى يطيب حتى هو مزيان تماما. ما تياخذش بزاف ديال الوقت، واحد شويه وغادي يطيب. كما كتشوفوا اللحيمه راه طابت والمريقه راه مدغمره. شوفوا المريقه البنات راه مدغمره، ولكن غادي نخليها حتى تنشف ليا من الماء تماما، لان المروزيه ما كتبغيش يبقى فيها الماء، كتكون واقفه في الزويته ديالها. غادي نضيف واحد نص معلقه ديال القرفه، نص معلقه يكون عامر، وغنضيف العسل، واللي كتفضل السكر دير السكر. هاد العسل اولا السكر هو اللي كيعطينا المروزيه ديك التعليكه وواحد اللذه، واحد الحلاوه مميزه. طبعا نحرك عاوتاني بالمهال.
هي كتبغي شويه ديال الخاطر الواحد يبقى واقف حداها باش ما تحرقش لينا، ونبقاو مره مره نحركوها، غير تحريكه خفيفه ماشي مشكل. الواحد راه تيديرها مره مره حتى الا تعبنا عليها النتيجه كتكون ناجحه. صافي انا بدات كتلبى لي ديك المريقه، مازال غادي نخليها تختار حتى تبقى ليا غير الزويته تماما. هذه هي المروزيه، ماشي خصها المرقه ولكن خصها غير ديك الزويته تبقى واقفه في اللحيمه. ها انتم البنات المروزيه كيف ما كتشوفوا واقفه في الزويته ديالها، واللحيمه طابت وتعسلات. هاد المروزيه البنات الا وجدتوها راه غادي توجدوها بوجهكم احمر، وإلا حطيتوها لعائلتكم ولحبابكم ولوليداتكم غادي تحطوها فعلا بوجهكم احمر، لا في المنظر ولا في المذاق. دابا غناخذ الطبق ديال التقديم وغنبدا نحط اللحيمه شويه بشويه غير بالمهل باش يبقاو دوك الطروفه كبارين مزيانين. هذه الشهيوه كنديروها مره مره، والواحد ما فيها بس انه يوقف عليها ويقابلها، ونعطيوها لوليداتنا وعائلتنا وحبابنا العزاز علينا. كيف ما كتشوفوا اللحيمه راه باقا واقفه، ما تفرتت ما والو. اما الا بقينا تنحركوها ونخلطوا ونقلبوا هذا راه اللحم كيتفرتت. طيب دابا غادي ننزل المغرفه ديك الدغيميره كيف ما كتشوفوا معلكه مع الزبيب، صافي نحطوها من الفوق. هانتوما ما فيها لا مريقه لا والو، الزبيب مع ديك الدغيميره اللي بقات من اللحيمه كتجي واقفه، والمذاق راه روعه، والريحه اللي في الكوزينه راه ما نقول لكمش عليها. وعندي بطبيعه الحال اللوز اللي سلقته وقليته في زويته، غادي نزين به الطبق ديالي. غادي نحطوه بطريقه عشوائيه ماشي مشكل، الاهم هو المذاق. وهذا هو الطبق البنات، ان شاء الله نتمنى يعجبكم وين الرضا ديالكم، وما تنساوناش من الدعم ديالكم للقناه والاشتراك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش يوصلكم اي جديد فضلا وليس امرا. سنهدي هذا الطبق للمتتبعات العزاز الغاليين كاملين فين ما كانوا واينما كانوا. ومع السلامه الى فيديو قادم بحول الله.